في أذان الشيعة حينما يقولون أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا والأئمة من بعده حجج الله، وبعدين يقولوا نعم، وقبلها يقولون أشهد أن محمدا رسول الله. يعني محمد مش هو ليس بولي صلى الله عليه وسلم، يعني فقط علي اللي هو ولي عندكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، لا لا يحتاج يقولوها بالأذان، ولكن الاختلاف عندما بدأ السب للإمام علي فاختاروا في الأذان بأن يقولون بأن الإمام علي هو الولي من بعد الرسول. طيب. الولي من بعد الرسول. لا الرسول أولى بنا من هذا شيء غلطانين منا يا من الأفضل عندكم؟ الاختلاف في ولاية يا حيدر، من الأفضل عندكم؟ طبعا الإمام علي أفضل من الرسول وأفضل من الله سبحانه وتعالى. الإمام علي أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد وأفضل من الله سبحانه وتعالى. أفضل من الله؟ إيش هذا الكلام يا رجل؟ أنت نعم انهبلت؟ نعم، يعني هو أنت عنده الولاية كفرت؟ التكوينية، الله ليس عنده ولاية تكوينية عندنا. الإمام علي هو الذي يعني يستجيب لنا الدعاء، والله سبحانه وتعالى لا. خلاص يا حمزة، خلاص يا حمزة، أنا راح أهرب من الحوار. بما أن الإمام علي أفضل من الرسول أفضل من الله، الآن أنا خلاص ارفعوا. معلش عمي، معلش وصلنا إلى درجة الكفر والزندقة، خلاص الله يعني أكبر. وصلنا إلى درجة كفر وزندقة. يقول هذا الزنديق الآن يقول أن علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من الله سبحانه وتعالى. والله ما يشرفنا وجودك، لا بارك الله فيك، ولا في دينك النجس ولا في دينك الغدر. شو تبرك؟ طلع برا يلا.